الزمالك يكتسح كهرباء الإسماعيلية بخماسية ويواصل مطاردة الصدارة. حقق نادي الزمالك فوزا كاسحا على حساب نظيره كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز. ودخل الزمالك اللقاء بقوة منذ الدقائق الأولى، فارضا سيطرته على مجريات اللعب من خلال الاستحواذ على الكرة وتبادل التمريرات في وسط الملعب، في الوقت الذي بدأ فيه فريق كهرباء الإسماعيلية المباراة بتحفظ دفاعي واضح مع الاعتماد على المرتدات. وشهدت الدقيقة 6 أولى المحاولات الخطيرة للزمالك بعدما أرسل لاعبوه عرضية متقنة من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس فرج شوقي تدخل في التوقيت المناسب وأبعد الكرة بصعوبة عن مناطق الخطورة. ورد كهرباء الإسماعيلية بمحاولته الهجومية الأولى في الدقيقة 7 عبر عرضية من الجبهة اليمنى، لكن دفاع الزمالك كان في الموعد ونجح في إبعاد الكرة قبل وصولها إلى المهاجمين. وفي الدقيقة 28 كاد كهرباء الإسماعيلية أن يدرك التقدم بعدما أطلق إسلام عبد النعيم تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بالقرب من العارضة العلوية لمرمى الزمالك في أخطر فرص الفريق خلال الشوط الأول. وجاءت الدقيقة 38 لتشهد الهدف الأول للزمالك بعدما ارتكب دفاع كهرباء الإسماعيلية خطأ في تشتيت الكرة لتصل إلى ناصر منسي الذي مرر كرة بينية مميزة إلى أحمد شريف ليضعها الأخير بهدوء داخل الشباك معلنا تقدم الأبيض. بعد الهدف حاول لاعب كهرباء الإسماعيلية إعادة تنظيم الصفوف سريعا والعودة لأجواء اللقاء، إلا أن الزمالك واصل ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 43 عقب اختراق من أحمد شريف من الجبهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، سددها وتصدى لها الحارس لترتد إلى عديل دباغ الذي تابعها داخل الشباك. وقبل نهاية الشوط الأول نجح كهرباء الإسماعيلية في تقليص الفارق بعدما سكنت كرة مرمى الزمالك بالخطأ في مرماه إثر ارتطام تسديدة في أحد مدافع الأبيض، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 2-1. ومع انطلاق الشوط الثاني واصل الزمالك تفوقه وتمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 53 بعدما تلقى ناصر منسي تمريرة بينية راوغ وسدد كرة أرضية تصدى لها حارس الكهرباء لترتد إلى شريف الذي أسكنها الشباك. وفي الدقيقة 63 عاد كهرباء الإسماعيلية مجددا للمباراة بتسجيل الهدف الثاني إثر ركلة ركنية قابلها عمر السعيد البديل برأسية متقنة من أول لمسة سكنت شباك محمد صبحي حارس الزمالك. لكن رد الزمالك جاء سريعا حيث أحرز ناصر منسي الهدف الرابع في الدقيقة 74 مستغلا خطأ فادحا من دفاع كهرباء الإسماعيلية في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية هزت الشباك. وقبل نهاية اللقاء ب3 دقائق أضاف عديل دباغ الهدف الخامس للزمالك في الدقيقة 87 بعد عرضية مميزة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة نارية بقدمه اليسرى سكنت المرمى. وشهدت الثواني الأخيرة من المباراة تسجيل ناصر منسي هدفا سادسا بعد كرة ارتدت أكثر من مرة من الحارس والدفاع ليسددها برأسه داخل الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد لينتهي اللقاء بفوز الزمالك 5-2. وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 14 مباراة خلف سيراميكا المتصدر برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، بينما تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 11 نقطة في المركز العشرين. ويأتي هذا الانتصار ليواصل الزمالك نتائجه الإيجابية
بعدما حقق فوزا مهما في الجولة الماضية على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على استاد السويس ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.